فرح بالكويت يتحول إلى صراخ ودماء. كويتي يطعن شقيقه بسكين في صالة أفراح، وإليكم التفاصيل. تعرض شخص للطعن على يد شقيقه في حفل زفاف بصالة الرقعي بالكويت، وأظهر مقطع فيديو لحظة الطعن في حفل الزفاف، وتجمع حوله المعازيم وحاولوا إسعافه. وأوضح المقطع تجمع عدد من الرجال في مناسبة زواج وتبادلهم للتهاني والتبريكات، وفجأة تسلل شخص بينهم وقام بإخراج سكين من جيبه وقام بطعن أحد الواقفين بقوة ثم فر هاربا. وبدا الذهول على وجوه الحاضرين الذين لم يجدوا تفسيرا للأمر الذي وقع فجأة، وانشغل الحضور بالشخص المطعون فيما حاول آخرون مطاردة الجاني. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن ضبط مواطن طعن شقيقه الدكتور بسكين في صالة أفراح بالرقعة، أدخل على إثرها العناية المركزة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الشروع بالقتل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.